السمك بيطلع معاكي طري او مش متملح كويس، يبقى تعالي شوف الفيديو ده. هنعمل جزء مقلي في الزيت على اصوله، وجزء في الاير فراير للناس اللي حابه برضو تاكل اكله السمك وهي عامله في نفس الوقت دايت. كملوا الفيديو معايا للاخر علشان نشوف الفرق ما بين السمك في القلي في الزيت والسمك في الاير فراير. معايا بقى هنا 4 سمكات كبار، 2 في الكيلو، يعني الواحده عامله نص كيلو. انا غسلتها ونضفتها كويس جدا وقعدت اشرحها كده وسبتها شويه. كل ما بتغسلي سمك وتسيبيه بتلاقيه برضو بيفضل ينزل في الدم بتاعه، فقبل ما تعملي تاني لازم تشطفي تاني. السمك يا جماعه محتاج تشطفي وتنضفي فيه كذا مره، وبعد ما تشطفي وتنضفي فيه قبل ما تستخدميه برضو لازم تشطفي تاني شطفه كويسه. وانا كنت عملته بالليمون بس حبيت اعمله قدامكم كده عشان تشوفوا انا بعمله بالليمون ازاي. عايزه اقول لكم اهم حاجه حركه الليمون دي بتفرق في طعمه جدا بعد التسويه. بتمسكي كده 3 ليمونات وتعمليها كده من فوق ومن تحت وتكحتي بيها السمك من بره ومن جوه ومن فتحات ومن كل حاجه كده. تمام معانا. الدقه بتاعتنا بقى ايه؟ انا بعمل ايه؟ بعمل معايا انا عشان الكميه كانت كبيره فعملت كده 4-5 فلفلات مع قرن شطة كده حامي. دي برضو يعني اختياري، عايزة تعمليها حراقة مش عايزة براحتك برضو اللي انت عايزاه. والسمك بيحب حاجة اسمها التوم، تجيبي راس توم كده او معلقة كبيرة او معلقتين من التوم المفروم. طبعا عشان الكمية انا يعتبر عاملة 2 كيلو سمك. الملح بقى لازم الدقة تكون حادقة، مش هقولك اللي هي الحادقة القوي بس لازم تكون حادقة، لان انا ما كانش قدامي غير 3 ساعات بس على ان انا اعمل الغدا، فانا كنت مضطرة اعملها حادقة قوي بحيث ان السمك يلحق يتبل كده من التتبيلة وياخد كده طعم التتبيلة والملح بتاعها. السمك انا ما حطيتش فيه غير ملح وكمون وشوية فلفل اسود صغيرين جدا. واهم حاجة تحطي شوية الكركم او الكاري، بتنقل السمك في حتة تانية. حابة تزودي خضار زودي، انا ما كانش عندي، بس لو حابة تزودي كده شوية كزبرة او شوية بقدونس برضو بتبقى جميلة جدا. كده انا عندي الدقة جاهزة معايا. برضو دي بقى تركاية بعملها بتدي خلي الدقة كده تبقى جوسي ومسكرة في نفس الوقت. تجيبي جزرية واحدة صغيرة وتبشريها على الجنب اللي هو الصغير ده وتقلبي كويس جدا. انا بعشق احط ليمون كتير في السمك، بيفرق في طعمه خلي بالكم. جبت برضو ليمونية كده وعصرتها على الدقة نفسها وتقلبي كويس وتجيبي بقى السمك بتاعنا. انا هوريكم كده السمك دلوقتي بعد ما ايه نضف وتتبل بالليمون ونقعته وظبطه بقى خلاص كده نضيف فل معاه. شوفوا السمكية عاملة ازاي، انا عايزاها تبقى بالبياض ده. نجيب بقى الدقة بتاعتنا ونتبل كويس جدا باعتبار ان السمك مش هيقعد ليلة كاملة، هيقعد 3 ساعات بس. وانا السمكية عندي ما شاء الله الواحدة كانت نص كيلو، فانا لازم كنت اتبلها كويس بحيث انها ما تبقاش دلع معايا. شفتوا بقى فتحات السمك دي؟ انا عملت شوية بالطول وعملت شوية شريحتين كده من جنب، يعني ينفع كده وينفع كده عادي. لازم تدخلي الدقة ما بين الفتحات كده كويس جدا علشان السمك يلحق يتبل معانا كويس. شايفين انا بتبلها ازاي؟ لازم تعملوها كده لو عايزين السمك يطلع الحدق مظبوط وعايزين ان هو ما يبقاش دلع معانا ويلحق يتشرب من التتبيله. هخلص الكميه بتاعتي وارجع لكم. كده انا خلصت الكميه بتاعتي وكنت مطلعه بقى ايه واحده من سمك المكرونه قلت اعملها معاهم. سمك المكرونه ما شاء الله مش بيحتاج تنظيف كتير اصلا. عايزه اقول لكم انا اكتشفت ان السمك لما نيجي نعمله في الكيسه اسهل واوفر كتير لما نيجي نعمله في اي طبق. هنا بقى انا بوريكم عطارة ابي يوسف. عايزه اقول لكم انا العطار ده اللي عندي في العاشر من رمضان اكيد عارف العطار ده، ما شاء الله عليه بهارات توابل كل حاجه عنده جميله لا ونضيفه فعلا. نرجع بقى لموضوعنا. السمك بتاعي بصوا بقى انا بدخله كده في الكيسه. انت لازم تحط الاول كميه نشا كده محترمه على الدقيق والسمك. شايفين مفيش بهدله ولا اي حاجه. حطيت السمكيه في الكيسه وببدرها كويس. بعد ما ببدرها بخبطها كده يمين وشمال بحيث ان اتاكد ان هي مش واخده دقيق كتير. كده السمكية جاهزة معايا. وفي نفس الوقت انا مولعة على الطاسة على نار عالية لحد ما الزيت يقدح كويس جدا. هعمل معاكم بقى الكمية بتاعتي كلها. شايفين مفيش بهدلة ولا في اي حاجة. كده انا حطيت السمك بتاعي في الطاسة ومعلية النار اول 5 دقايق ولا 10 دقايق، وبعد كده بنرجع نوطي النار عشان خلي بالكم السمك كبير. نيجي بقى ايه للرز الصيادية اللي انا بحب اعمله قوي، بس انا المرة دي مش هعمل رز غامق، هعمل رز مكرمل.
المره الجايه هبقى اعمل معاكم الرز الغامق وتشوفوه عندي بطلعه لونه البني الحلو ده، مش المحروق، لا البني الحلو. هنقطع بقى معانا بصلايه كبيره كده او بصلتين، لان برضو زي ما قلت لكم انا هعمل يعني غدا ل4 افراد مثلا. هقطع البصل بالشكل ده، بلاش تخليه اكبر من كده، يعني كده تمام. اهم حاجه تستخدمي زيت السمك، بيطعم الرز بطريقه فظيعه. هناخد كده 3-4 معالق من زيت السمك، ونفضل نقلب فيها مع البصل كويس لحد ما ياخد معايا اللون البني الحلو. لقيتيها محتاجة تاني شوية زيت حطي برضو زيت، مش مشكلة. الزيت ده على حسب اختيارك، على حسب اللي انتي حابة تحطي كمية قد ايه. هنا برضو انا ببقى متابعه السمك معايا. انا عايزه اقولكم ان انا السمك بعمله بطريقتين. دي الطريقه التقليديه اللي احنا كلنا متعودين عليها، اللي هي القلي عادي بالدقيق وتحط على في الزيت على طول. هعمل لكم المره الجايه بطريقه بتاعه المطاعم بقى، خطيره. هتخلي الزيت طاسه الزيت معاكي بيضه فله، ولا هيطلع اللون ده فيها ولا كل حاجه. انا هعمل لكم بالطريقه دي المره دي، المره الجايه استنوا الفيديو الجاي هعمل لكم السمك بالطريقه التانية. والطريقتين انا حبيت اعملهم علشان الناس اللي حابه الطريقه دي والناس اللي حابه الطريقه دي. شفتوا هنا الزيت عامل ازاي؟ افتكروا بقى المره الجايه في الفيديو الجاي هيبقى الزيت بيضه فله كانك بتحمري بطاطس بالظبط. هنا بعد بقى ايه ما البصل اتحمر معايا، حطيت كده نص معلقه سكر صغيره عشان يتكرمل. زي ما قلت لكم المره دي انا هعمله رز مكرمل مش الرز البني الغامق. حطيت عليها شوية ملح وشوية كمون، مش اكتر من كده. وهنقلب كويس جدا ونغلي لها شوية مية يفضل. هنفضل نقلب كده لحد ما نلاقي ان معيار المية بقى مظبوط معايا. هنحط شوية مية كمان، وبعد كده هغطي عليها، هخليها عالية لحد ما المية تتشرب، وبعدين نحطها تحت الشبكة. هنا بقى في الاير فراير انا حبيت اعمل السمكة بتاعتي في الاير فراير. عايزة اقول لكم طلعت خطيرة، مفيش فرق ما بينها وبين المقلية. هنا انا كل شوية بفتح عليها واطمن واقلب، كل شوية افتح واقلب افتح واقلب. انا عاملاها على برنامج ايه، عاملاها على برنامج السمك، ما غيرتش خالص في المستوى بتاعها. انا عندي في الاير فراير عملت على 14 دقيقة 140 حرارة. بعد ما استوت معايا انا عملتها على 200 لمدة 7 دقايق، وطلعت معايا مقرمشة وزي الفل. شفتوا بقى الفرق ما بين السمك المقلي في الزيت والسمك المقلي في الاير فراير؟ حرفيا نفس اللون والطعم خطير. انتي بتاكلي سمك وانتي خلاص كده نفسي راضية، اللي هو انا مش هبوظ الدايت بتاعي. ودي كانت وصفتنا النهاردة. يا رب تكون الطريقة عجبتكم وتجربوها. استنوا بقى الفيديو الجاي عشان هعمل لكم طريقة تانية خالص للسمك المقلي، بس ايه بتاعة المطاعم الكبيرة وبالتكات اللي بتخليه مميز جدا ومختلف خالص عن اللي عملناه النهاردة. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والشير واشتركوا في القناة علشان نفضل مع بعض دايما وما يفوتكمش السر الجاي. مستنية رأيكم في الكومنتات، وخليكم جاهزين عشان اللي جاي هيبقى خطير. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.